اه في حاجه صح اتعملت. لا، ناقص تشجعوا ريال مدريد. طيب، بره عني. ربنا يستر، هنرجع ال بره 900 عني. تاني. اه. مسلسل البحث عن علا 2 هو تكملة لمسلسل عايز اتجوز اللي اتعمل في 2010، والجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا اللي اتعمل في 2021 على منصة نتفليكس. وبنتكلم عن علا عبد الصبور اللي بتمثل دورها هند صبري في رحلة جديدة للبحث عن زوج جديد بعد سفر طليقها هاني عادل ومشاكل في البيزنس بتاعها الجديد. وبيخلينا هنا نتعرف على كريم عابد اللي هو بيأدي دور ظافر العابدين. وبتبتدي القصة من هنا، وهنشوف ايه التطورات اللي بتحصل في حياة علا وفي حياة كل اللي حوالينها من أصدقاء وعيلتها. واللي هنشوفه هنا إن إحنا هنقوله هل المسلسل يستاهل يتشاف ولا لأ. مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم، وحشتونا جدا. بنشكركم جدا 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 على أول ألف لينا في القناة، وإن شاء الله ما يكونوش آخر ألف، وعقبال المليون كده يا رب. بنقدم كل التعازي وكل الدعاء لإخواتنا في لبنان وإخواتنا في غزة وفي كل أنحاء الوطن العربي. ربنا يرحم الشهداء يا رب، وينصر كل المستضعفين يعني. المسلسل من بطولة هند صبري، ظافر عابدين، ندى موسى، محمود الليثي، سوسن بدر، وأيسل عادل، ياسمين العبد، ولطارق الإبياري اللي كان مختفي في بحث عن علا واحد وموجود معانا في البحث عن علا اتنين. إخراج هادي الباجوري، وإشراف على الكتابة كان موجود فيه هند صبري، وموسيقى خالد القمار. ورقة وقلم بقى وست يا ست الكل يلا مم. معانا. اللي ألف المسلسل غادة عبد العال، مم. زيزت سعيد، مم. هشام حمزة، هنا محمود، سيف عمر. اللي سمع اسمه يطلع يتكرم يا جماعة. المسلسل موجود دلوقتي على نتفليكس، نزل يوم الخميس بالليل اللي فات. هو كام حلقة؟ 6 حلقات، كل حلقة ساعة، ما عدا الحلقة التانية 40 دقيقة. ان عايز اتجوز ده كان رامي امام، لكن البحث عن علا واحد واثنين ده هادي باجوري. عايز اتجوز حاجة، والبحث عن علا حاجة تانية خالص. صح جدا يعني جدا. ما لهمش علاقة ببعض غير ان هي نفس الشخصية، حتى مش نفس الروح، هي نفس اسم الشخصية الشخصية مش على حتى الاسم. مش نفس الشخصية، اسمها مش بس. نفس الروح خالص، الشخصيات المساندة حواليها، مم. لكن مش نفس الكتابة، مش مش نفس نفس التكنيك. الموقف، مش نفس التكنيك خالص، مش نفس هند صبري. مش نفس الضيوف اصلا. هو اللي كان شايل عايز اتجوز مش هند صبري على فكرة. شوف اللي انت شايل عايز اتجوز الضيوف انا كانت احمد عندي السقا مشكله شويه. انا كان عندي اصلا مشكله مع عايز اتجوز ان هو كان 30 حلقه، ان انت مم. تشوف 30 او 29 او 28 راجل مختلف كان ممل في الاواخر. لكن الحاله كلها بتاعت عايز اتجوز هو كانت جديده وقتها. وهو الزمن اثبت ده يعني. في اه، حلقات عاشت وفي حلقات حياته انت ما حدش يعرف عنها حاجه. مش فاكر الناس خالص يعني. في مش فاكرهم خالص يعني. الواحد بيسأل نفسه لما بيلاقي اي جزء تاني، طبعا استغلال نجاح، بس انا حاجه اكتب الجزء هو ايه الدافع اللي هيخلي اول من الجزء التاني. المسلسل هنا كان بيلعب على حته الثيم العام اللي كان موجود، هو ايه علاقه علا مع اولادها، وهل هتوفق ما بين الشغل مم. واطفالها ولا لا. واطفالها بقى هو ده اللي هو مرحله التينيجرز اللي هو عندهم جزء مم. من التمرد وهي اصلا مش فاضيه لهم وجوزها مسافر، فمحدش مراعيهم، فلعبوا على ايه، على الحته دي يعني. طيب، هل المسلسل كان نتفليكس بيضحك؟ اكيد بقى. الإجابة هي بالتأكيد لا. مسلسل مش كوميدي مم. خالص. طب هل المسلسل كان لطيف؟ قد يكون مسلسل لطيف للعائلات وطبقة معينة من العائلات، مش كل العائلات وكل مم. التينيجرز، وبخاصة البنات هيحبوا المسلسل، لكن مش أنا مش تارجت أودينس خالص. هو انت كمان لما بتقول بعض العائلات دي حاجة غريبة كمان، ان المسلسل شفت مجتمع كامل يعني عن الجزء الاولاني. يعني الجزء هنقول ماشي. الاولاني علا كانت افريج، تعتبر تعرف هي تقابلها كل يوم في الشارع يعني. اللي قالته هند صبري في احد اللقاءات ان الشخصيات مع الزمن بتتطور، وانا هقتنع بده طبعا. ما فيش حد هيفضل يعني، في ناس كتير ما بتفضلش افريج طول عمرها، وفي ناس مم. بتطلع يعني ماشي. فده ممكن يعني مش ده اللي كان مشكله عندي. انا المشكله عندي ان مش دي علا عبد الصبور. مش ولا عارف. اي حاجة في المسلسل على فكرة. مش الشخصية بس. حتى انا قلت لك التكنيك بتاع المسلسل راح. م- يعني اه هي دلوقتي مثلا ما بتكسر الحاجز الرابع اللي هي تكلم وحش الكاميرا على قوي طول، مش قوي. زي بقى عارف مش في زي الاولاني يعني. الاولاني كان ما بتعمل ده، كان طبعا كان في البكاره وفي التجديد بتاعه في الاول، لكن المشكله هنا ان هو فورس مم. مقحم بطريقه رهيبه. كمان المشكله انت لسه مم. شايف ديدبول بيدي مدرسه. انت لو مم. عايز تكسر الجدار الرابع اللي هو تبريك الفورث وول، اللي انت تكلم الجماهير للشاشه، تعملها ازاي، تعملها امتى، وايه الطريقه اللي تعملها بيها. هنا باين ان هي مقحمه جدا. وهند صبري مع حبي الشديد ليها مش في الفورم، والكوميديا مش حلوه، مش بس من هند مم. صبري. محمود الليثي انا اسف، استاذ محمود انا اسف، صعب قوي يا كابتن. يعني فنان محمود الدنيا صعبه قوي ايه ده؟ قوي 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 يعني. تقصد هرم الكوميديا في مصر اه هتنتقد عادي يعني كده؟ الكوميديا اللي عندك موجوده اشتراك طيب؟ من شخصيتك ومن شخصيه حضرتك صعبه قوي. ايه ده، مفيش ضحك، مفيش ضحك خالص بقى. مع كامل و... احترامنا طبعا. مم. وبنحزق على حاجات.
لا لا يا جماعه، الضحك مش كده، الضحك مش كده. في ناس مم. يعجبها، ربنا معاكم يا جماعه، لو عجبكم الضحك ده ربنا معاكم، اوكي. طارق الإبياري انا اتبسطت جدا في اول الحلقه الثالثه اما راجع، لانه مم. كان لطيف في عايز اتجوز، وكنت شايف ان بحث عن العلا ممكن يكون في مشكله في الكوميديا عشان طارق الإبياري مش موجود، كان ممكن يرجع. رجعوا شخصيه مم. باهته مش كوميدي. ظافر العابدين كاريزما، وعرفوا يلعبوا جدا. حته، هو المصري بتاع ظافر العابدين مش بيور 100%، فهو كان عايش طول عمره في فرنسا ومش عارف ايه، مم. فاتلعبت كويس. وظافر العابدين وجوده على الشاشه كويس قوي، اتبررت يعني. مفيش ضيوف شرف زي الجزء الاولاني. الجزء انا الاولاني قلت لك قبل كان كده، هو عنده مواصفات عالميه يعني. خالد الكمار، مزيكا كانت كويسه، الموسيقى بتاعت خالد ماشي. الكمار. المسلسل قرار ان هو يبقى لايت، هو اخذ القرار ده ان هو يبقى مش مسلسل كوميدي، مسلسل مجتمعي عائلي لايت، مم. في لمحات من الكوميديا. نجح ان هو يبقى مجتمع عائلي في نظري؟ لا. نجح ان هو يبقى لايت؟ ممكن. نجح في حته اللي هو يبقى مجتمع عائلي ولا لا؟ ما نجحش فيها، ولا عشان هو غير، او عشان هو بيعرض مجتمع احنا ما بنحبش نتفرج عليه في العادي؟ اللي هو عايز يتكلم عن المشاكل الاسر زي ما انا حكيت في الاول، والتربيه الحديثه. مم. بس في فرق بين ان انت تعرض مشكله وان انت تديني محاضره. بنتهم مصاحبه، فالعيل ده قال لها نزوغ من المدرسه، زوغت من المدرسه، هناخد موتوسيكل ابويا، خدنا موتوسيكل ابوها، هنروح في وسط الصحراء لوحدنا، رحنا في وسط الصحراء لوحدنا. باي ذا احنا مم. بنتكلم عن بنت عندها 14 سنه بلو قاصر بسيكا، اه. في حاجه صح اتعملت. لا، ناقص تشجعوا ريال مدريد. طيب، مم. راح هم في وسط الصحراء وهم قاعدين مع بعض، الموتوسيكل وقف بيهم، مفيش بنزين. فجت الساعه 8 9 بالليل، البت مش موجوده، بيدوروا عليها في البلد كلها، مصيبه مصيبه مصيبه. إيغام اضطرت تكلم صاحبتها عشان تلحقها، مش هي اصلا معاها ولد؟ لان بقى واحنا في سكه الولا قال هروح اجيب بنزين وارجع، وما رجعش. والناس بقى كانت بتقعد تعكسها لا، بقى في السكه والجو. فالبنت راجعه طبعا بتبجح في اهلها وامها، وتقول لها ده انت السبب، انا مش عايزه ابقى زيك، وتزعق لابوها. حاجه حاجه. فبقى ايه؟ ايه مفتري. العقاب؟ لا مش هنعاقب، مفيش اي نوع من انواع العقاب، لان الطريقه دي غلط، امال. ليه الطريقه دي غلط؟ لان دي مش طريقه التربيه الحديثه. التربيه الحديثه هناخدها نتفاهم معاها، بس ناخدها معانا البيت، بيت ابوها اللي هم طلبوا امها، ونحاول نحل المشكله بالراحه ايوه. يعني. لكن مش هنعاقبها، مش هناخد منها موبايل، مش بنتنا هنعمل برضه. من اي حاجه فحتى بقى قالوا بقى ايه جمله هند صبري يتكلم هنا عادل، انت فاكر كود كمان؟ مش كنا نضربها ونرزعها بالقلم وخلاص؟ ما احنا كلنا عملنا كده وبقينا زي الفل. هنا عادل بقى، وانت شايفه نفسك يا علا زي الفل؟ مم. فعلا بقى تبص لجدار الرابع، صح ده عنده حق. بعملها ابيض في اسود الحته دي، بس دي انا لما نبقى. بقول المسلسل قد يكون مم. لطيف للتينيجرز جدا، خاصة للبنات، هو تحس ده التارجت مم. اودينس بتاعه. انا مش التارجت اودينس النهائي بتاعه، فرأيي قد يكون منحاز للغاية، انا بقول ده حتى. لكن انا مش شايف ان المسلسل حلو خالص، ايفن حتى لو التارجت اودينس شافه هينساه. زي ما بحث عن علا واحد اتنسى. مم. بحث عن علا واحد ما اظنش ان في حد فاكره، او واعتقد بيفتكروه او بيفتكروه بالوحش يعني، او اه بيفتكروه بالوحش. والمسلسل ده هيتم نسيانه زي بحث عن علا واحد. مخيب للآمال. مم. انا ما حبيتش البحث عن علا اتنين، وتقييمي ليه هو 3/10. بس كده. نشوفكم بقى يا شباب ان شاء الله الحلقه اوكي. الجايه، والحلقه الجايه لسه هنشوف هتبقى يا وولفز ومعاه فيلم تاني، يا الجوكر. فهنعرف ماشي. ونشوفكم ان شاء الله يلا. في اخر الاسبوع باذن الله. باي باي. باذن الله.